السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ النهارده هنعمل معاكم اللي هو البدنجان المخلل اللي هو بيتعمل في المطاعم، يعني هيتعمل زيه بالظبط بطريقه سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه، وهتعرفي السر في طعمها الحلو. ودلوقتي بقى حبايبي اول حاجه طبعا بنستعملها اللي هو البدنجان. فانت بتجيبي على قد ما تقدري، عايزه كيلو 2 كيلو 3 كيلو زي ما انت عايزه، يعني ممكن يتعمل وبيتركن وبتستعملي منه في التلاجة، بتاخدي منه زي ما انت عايزه. طبعا البدنجان بتجيبيه يعني ايه الحجم ده وسط، يعني اللي هو مليان قوي ولا هو رفيع، عشان رفيع طبعا لما بتغليه في الميه بينشف شويه منك فمبيبقاش فيه لحمه من جوه. لكن ده بصي بتحسي ان هو بعد كده ما بتفتحيه فيه لحمه جوه، فده حلو النوع ده كده والشكل ده حلو. فطبعا جبنا البدنجان بالشكل ده كده زي ما انتم شايفينه. ننضف بقى، نشيل الزرعه اللي فيه، هتشيليها بايديكي مش بالسكينه عشان تطلع معاكي بالمنظر ده كده زي ما احنا بنعملها، يعني بالايد بتطلع شكلها احلى اهي زي ما انتم شايفينها كده اهي. تشيليها بالايد، لكن لو شلتها بالسكينه هتشال كلها مره واحده كده تبقى مش حلوه. طبعا انا غسلاه كله، هتجيبيه تغسليه كويس قوي، وبعد كده هتشيلي بقى الزرع زي ما احنا شلناها بالمنظر ده كده اهو اهو كده. وبعد كده خلاص كده تمام، لما تخلصيهم بقى كلهم اهو زي ما احنا بنعمله اهي كده تمام كله خلص. وهنجيب ميه، الميه في حله زي دي كده. هنجيب بقى في الميه دي اول حاجه هنحطها اللي هو الملح. فتحطي ملح ليه؟ عشان يحدقوا. الميه دي بعد ما بتغلي بتيجي تستعملها تاني، ما ترميهاش. هتشوف هنستعملها في ايه، وهوريكي طبعا سر التتبيله اللي هي بتاعت الحشو بتاعها، يبقى زي المطاعم كمان واحلى. الملح هنا حطيناه بقى في الميه خلاص. فبعد كده عشان الميه دي تبقى لونها احمر، فهتحطي فيها بقى الايه البابريكا. فبتحطيها في الميه بتديها يعني اللون الاحمر بتاعه. هنحط كمان معلقه كده عشان ايه تحمر معاكي اهو. حطينا زي ايه 3 معالق صغيره قوي بابريكا والملح في الميه. نقلبها بقى وندوبهم فيها زي ما انتم شايفين كده. الميه دي في الاخر مش هترميها لان بعد كده هتعوزيها وهتشوفي هنعمل بيها ايه. خلاص قلبناها ودوبناها كده زي ما انتم شايفينه. بعد كده هننزل البدنجان بقى فيها زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو كده. طبعا زي ما انت عايزه، البدنجان كيلو 2 كيلو 3 زي ما انت عايزه. هو بيتعمل وبيتخزن في التلاجة، يعني حاجه جميله قوي، كل ما بتعوزي منه بتاخدي يعني. فطبعا هنا احنا ملينا الحله بايه واخده البدنجان كده كويس قوي. هنا بقى حطينا البدنجان في قلب الميه في الحله اللي احنا حاطينها، كنا حاطين عليها الملح والبابريكا. فطبعا هنا بنقلب اكتر كمان عشان لون الميه تحمر. هنشغل عليها بقى البوتاجاز. بص البدنجان الميه مغطياه زي ما انتم شايفينه كده. طبعا لو اكتر هتعوزي حله اكبر والميه تبقى اكتر، بس كده الميه حلوه عليه. فهنشغل عليه بقى البوتاجاز وهيغلي. يستوى مش هتطلعيه مستوي قوي، لا هتطلعيه اقل شويه عشان خاطر اما تحطيه في الملح بتاعه هو من نفسه كده بيستوى بعد كده. فعشان ما يتهراش منك هتطلعيه اقل سوا شويه. ودلوقتي بقى حبايبي هقول لكم على السر تتبيله البدنجان المخلل اللي بتخليه زي المطاعم. ودلوقتي بقى هنعمل التتبيله في قلب الخلاط ده زي ما هتشوفوا. لا اما عندك الكبه تعملي فيها، لا اما عندك الخلاط ممكن تعملي فيه، لا اما الهون زي ما بندق فيه كده هتعملي التتبيله كلها وتدقيها مع بعض. فاول حاجه هنعملها بقى دلوقتي في الخلاط الكزبره، هنقلبها كده مع بعض زي ما انتم شايفين. طبعا احنا غسلناها وكويس قوي ونضفناها وقطعناها حتت صغيره. بعد كده الفلفل ده زي ما انتم شايفينه كده، ده فلفل احمر وده فلفل حراق. انا مكترتش منه لان احنا مش بنحب الحاجه حراق قوي. فالاتنين مع بعض قطعتهم، وطبعا قبلها غسلاهم، ودلوقتي هحطهم في قلب الخلاط. بعد كده بقى هنحط طبعا جبنه راس توم فصصناها ونضفناها وغسلناها وهي زي الفل اهي. هنحطها برضو معاهم في قلب الخلاط كده. هتجيبي بقى ربع كوبايه خل زي ما انتم شايفينها كده، وهتحطيها برضو في الخلاط على نفس المكونات اللي احنا حاطينها. وهتجيبي بقى الملح. طبعا الملح بتحبيه حادق او مش بتحبيه حادق قوي، دي تبع حريتك، يعني عايزه تزودي ملح او ما تزوديش، بس ما تزوديش قوي عشان ميه البدنجان حاطين فيها ملح. فهنحط برضو هنا شويه زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنحط بقى الليمون. الليمون هتجيبي بقى ايه ليمونتين وتعصريهم كده وبرضو تحطيهم في الخلاط على الحاجه كلها زي ما انتم شايفين.
هتجيبي بقى معلقه كزبره ناشفه زي ما انت شايفاها كده وتحطيها هنا على المكونات كلها في قلب الخلاط. بابريكا، هتحطي معلقه بابريكا برده معاهم. هتحطي معلقه شطه، الشطه اختياري، انت عايزاها يعني فيها شطه كتير او قليل طبعا حريتك يعني. فاحنا هنحط معلقه صغيره دي كده زي ما انتم شايفينها. معلقه كمون برده معلقه صغيره ونحطها فيها. دي كلها بقى التتبيله بتاعت الباذنجان اللي بحبها، وهنضربهم بقى مع بعض وهتشوفوا دلوقتي. ودلوقتي بقى يا حبايبي بعد ما عملناهم في الخلاط زي ما انتم شايفينهم كده، ريحتها روعه روعه، خطيره خطيره خطيره. فهي بصراحه الباذنجان كله هي تتبيله، فالتتبيله دي اللي بتخلي لك الريحه بتاعتها والطعم وشكله زي المطاعم بالظبط. فدلوقتي بقى نحطه في قلب البوله اللي احنا جايبينها دي، هنحط فيها التتبيله اللي احنا عاملينها. بس شكلها جميل، ايه رايكم؟ ريحتها جميله. بعد كده بقى هنجيب الباذنجان وهنطلعه قدامكم وتشوفي. بقى احنا طافينا البوتاجاز على الباذنجان بعد ما يغلي 3 دقايق بالظبط وتشيليه. ما تسووش قوي عشان لما يتحط في الميه فيها الملح بتاعها فبتسويه اكتر، فمش عايزينه مهلي. فاحنا بقى هنا هنطلع الباذنجان زي ما انتم شايفينه كده. بصوا مش مهلي ازاي، يعني السويه بتاعه حلو. هنطلعه بقى كله مع بعض. كمية كبيرة بتقوم ايه مزحلقة. صدقوني يا حبايبي لو عملتوه بنفس الطريقة دي يعني زي المطاعم، وطعمه جميل وريحته خطيرة، وهتشوفوا شكله بقى في الآخر جميل، وهتحبوا تعملوا بالطريقة دي. طبعا البتنجان نفسه طبعا غير اللي هو الحاجات الفوائد اللي احنا حاطينها فيه يعني كلها مفيد جدا طبعا لاولادكم، يبقى مفيد جدا. وغير كده اللي هو يعني يفتح نفس الاولاد ان هم ياكلوا، يعني لما تحطيه جنب الاكل هيفتح نفسهم على الاكل اكتر. دلوقتي بقى حبايبي بعد ما طلعنا البتنجان زي ما انتم شايفينه كده اهو، ما تهراش ولا حاجه لان بتطلعيه بعد 3 دقايق فما بيستواش قوي. طبعا الميه دي هنركنها بقى دلوقتي وهتشوفوا هنعمل بيها ايه بعد ما نشوف الباذنجان هنعمله الاول. دلوقتي بقى هنفتحها بقى من النص كده عشان خاطر هنحط فيها التتبيله، وبعد كده نسيبها وهتشوفوا هنعمل فيها ايه. هنا اهو بس بنفتحها كده. لو جبناه رفيع قوي ما كناش هنلاقي فيه لحمه جوه زي ما انتم شايفينه كده اهو. بصوا من جوه فيه لحم ازاي، فحلو يعني لما تيجي تاكليه تحسوا ان فيه باذنجان مش ناشف. خصوصا برضو الحجم ده كده بيبقى برضو مليان يعني من جوه ملحم، هو سخن نار. فهنفتحه كده، هنفتح بقى كله، هنفتحه بالمنظر ده اهو كده اهو زي ما انتوا شايفينه كده سخن نار اهو. ودلوقتي بقى يا حبايبي احنا دلوقتي فتحناه زي ما انتوا شايفينه كله كده اهو. بصوا عامل ازاي، مفيش واحده مستويه ولا مهريه ولا اي حاجه. فاحنا فتحناه، فهنحط بقى فيه التتبيله دلوقتي اللي احنا عاملينها دي زي ما انتوا شايفينها. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش طبعا الاشتراك واللايك، واهم حاجه تصلوا على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنبدا بقى ايه نحدق البتنجان اهو. بتحطي فيه كده بالمنظر ده كده في قلب البتنجانه تمليها اهو كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده هتجيبي بقى الحاجه اللي هتركنيه فيها او تحطيه فيها، يعني بعد كده هتشوفي الميه اللي احنا راكنينها دي هنعمل بيها ايه. فهنحطه طبعا هنا عشان لما تقدميه كمان يبقى التقديمه بتاعته شكلها حلو. بعد كده هنحط بقى ايه في التانية كده وهكذا، يعني في كل واحد حطينا في الاولاني ده كده اهي زي ما انتوا شايفينها كده. حتى ما بتسيبيه في التلاجة وتحطيه في التلاجة وبعد كده هو بياكل الملح بتاعه بيتخلل يعني. فكمان هو عشان مش مسوينه قوي فبيستوي اكتر، وغير كده هو بيشرب الملح بتاعه فبيبقى احلى. يعني كل ما تسيبيه في التلاجة ويقعد شوية اكتر فبيبقى طعمه احلى. فهو زي ما انتوا شايفين كده هنكمل بقى كل ده بالنظام ده. حبايبي بعد ما خلصناها وعملنا حطينا التتبيله في الباذنجان زي ما انتوا شايفينها كده، ايه رايكم؟ والله طعمها وريحتها خطيره خطيره، يعني زي المطاعم، مش هقول احلى لا زي المطاعم، فجميله جدا ان شاء الله. لو عملتها بنفس الطريقه هتعجبكم قوي وحلوه. دلوقتي طبعا لو اتبقى احنا التتبيله احنا اللي عملنا منها اهي، فلو اتبقى منكم تتبيله هتسيبوها عادي. انا عامله على قد يعني، بس لو تتبيله حتى اتبقت اكتر هتسيبيها زي ما هي وتحطيها في التلاجة، وكل ما تعوزيها تحدقي بيها اي حاجه هتلاقيها. طبعا هنا الخلاط بصي مكانه كله دقه، فدي برضو هنستعملها. طبعا احنا قلنا الميه اللي هي دي ركناها، هقول لكم هنعمل بيها ايه.
فهناخد منها دلوقتي كرنيب، هناخد منها في قلب الخلاط، لان كله بصراحه ريحته جميله وكله دقه حلوه يعني. وطبعا الميه هنا يعني حلوه بتاعته، يعني مثل شكلها احمر ازاي وشكلها حلو، فدي برضو هتحمر بيها البتنجان. هنا طبعا هنحط شويه دول ونخليهم كده، بصوا ياخدوا كل الدقه اللي في قلب الخلاط، نصبها بقى في قلب البتنجان زي ما انتم شايفين كده. الميه دي بقى طبعا فيها الدقه بتاعتها وفيها الملح وفيها كله، فبتخلي الطعم كمان احلى واحلى. بص الميه بتاعته اهي. ايه رايكم؟ هنعصر بقى ايه ليمون كمان بقى، جبنا ليمونه كده وقطعناها. فالليمونه هنعمل بقى ايه بقى، هنمسكها بقى على كل بدنجان من بره زي ما انتم شايفينه كده اهو. بصوا، فكله هيترش عليه الليمون، فده كمان بيديله ريحه وطعم كمان احلى اهو. شايفين ازاي؟ حتى الميه بتاعته بتبقى جميله اهو. طبعا الليمونه عصرناها مش هنرميها، هنحطها فيها كده برضو. هنمسك النص التاني برضو نفس الحكايه زي ما انتم شايفينها كده. كده الليمون كله بيدخل في قلب الباذنجان وبيخلي طعمه خطير، وكمان بيدخل في قلب الميه. فطبعا الليمون اللي احنا عصرناه مش هنرميه وهنحطه ايه كده اهو في قلبيه. هنجيب طبعا ليمونه تانية ونحطها كده. ودلوقتي بقى يا حبايبي بعد ما خلصناها كده خلاص على الطبق زي ما انتم شايفين، ايه رايكم؟ والله زي المحلات، يعني مش هقول احلى، لا زي المحلات بالظبط. والتحديقه بتاعته والتتبيله بتاعته هي نفس بتاع المحلات، وغير كده ريحته خطيره وجميل وريحته جميله وحلو، يعني بصراحه يعني حاجه تفتح النفس على الاكل. ولو اولادك مثلا نفسهم مش جايبه الاكل قوي ده، ما بتحطيه جنب الاكل يعني بيفتح نفسهم على الاكل اكتر. فده في الاخر تتبيله الباذنجان المخلل اللي تفتح النفس وبطريقه سهله وبسيطه. طبعا حلاوتها في بساطتها، فهتشوفي يعني لو عملتوها بنفس النظام كده شكله جميل وخطير وحلو. ايه رايكم؟